سلام الله عليكم، حياكم الله وبياكم ومن الشر نجاكم. صلينا على رسول الله. أحيانا قد تطلع الفكرة وأنت في مكان ما فصعب أن يتأخر التسجيل الفيديو. المهم صلينا على محمد، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. يقول يا مسمري بعت مبادئك، بعت ضميرك، بعت ناموسك، بعت توجهك. أولا أنت يعني توجهي، أنا لست توجهي مع توجه الحوثيين ولا مع إيران ولا مع أي طرف ولا مع أي حزب ولا مع أي جماعة. كان في حرب في اليمن في 2015 وكان موقفي معروف وقلتها مرارا وتكرارا. انتقادي للسعودية ليس لا يعني أنا في طرف إيران ولا في طرف الحوثي ولا في طرف حزب الله ولا في طرف غيره ولا في طرف غيره. هذا مبادئ وهذه ضمائر. أشوف باطل أقول هذا باطل، أشوف صح أقول هذا صح. صلي على رسول الله. انتقادي لإيران أو انتقادي لحزب الله لا يعني أنا في الطرف الآخر، وانتقادي للسعودية والإمارات يعني أنا في الطرف الحوثي ولا هذا، وهذا ضمير. وأقسم بجلال الله لو وقفت ضدي من في السماء استغفر الله العظيم، يعني من في الأرض جميعا لو وقف ما يهمني، طالما أنا أرضي ربي وأرضي ضميري طز. قول عني ما شئت، انتقد سب اشتم. وأنت قتل السعوديين بعشرات الفيديوهات ومئات الفيديوهات بقصائد وتقليدات ولا زالت لحد الآن وما مسحت. عيش أنا رجال كفو، ما هو باطل وقول باطل، ما هو صح ما هو صح. ما ترى أنت باطل قد أراه أنا صح، وما أرى أنا صح قد تراه أنت باطل. وهكذا قلوب العباد. لو الله سبحانه وتعالى خلقنا نفس العقول ونفس القلوب كان احنا يعني لو أراد الله لنا أن نرى كلنا الحياة هذا منظر واحد كانوا ما يخلقوا يشيل كل واحد قلب وكل واحد عقل. كانوا خلقنا قلب واحد وعقل واحد يبث مثل واي فاي نفكر بنفس التفكير. لكن ما ترى أنت باطل أرى أنا حق، فاحترم رأيي واحترم توجهي. طالما لا أسبك ولا أشتمك ولا أدخل في عرضك ولا أحاربك، احترم وجهة نظري. أثنيت على السعودية وأثنيت على الإمارات في توجهها نحو سوريا، وأثنيت على قطر وأثنيت على تركيا. أنا مش تابع لأبوك ولا تابع لجدتك ولا أدور في فلكك ولا في محورك ولا توجهي توجهك ولا أيديولوجيتي أيديولوجيتك ولا طائفتي طائفتك حتى تمشيني كمشتيك. أنا أكون ما تابع لأبوك، أقول ما شئت ومتى ما شئت وأين ما شئت ومتى أردت وأينما أردت. أروح السعودية، أروح الإمارات، أروح قطر، أروح تركيا، أروح أي مكان في العالم. مش شغل أبوك ولا شغل أمك ولا شغل جدتك. صح فعلا هذا مش سبه طبعا. عندنا طبيعي في اليمن تقول هذا الكلمة مش شغل أبوك ولا شغل جدتك. ما لا أبوك شغل أصير أنا ما رحت، أنا مش بربط في يدك ولست أنا مؤدري بأدلوجيتك ولا ماكل من رزق أبوك ولا من خير أبوك ولا صارف علي أنت، فأنا حر وهذا توجهي. طالما لا أدخل في عرضك ولا في شرفك احترم رأيي. المسؤول يقول ما أراد، مش إنه خلاص إذا أنت تكره السعودية نكره السعودية، ولا يعني إذا تكره الإمارات نكره الإمارات. أنا حر أتكلم بما شئت، ليس بيعا للضمائر ولا للمبادئ، فيه لا تباع ولا اشتراء إلا عند عيال السوق وعند الدشر والسفلة أبناء السفلة من يبيع ضميرهم قابل المال ولا صوته. قد تتغير القناعات لكن لا تغير المبادئ. تتغير القناعات بين صبح ومساء. ما رأيت أنا أمس يعني باطل أراها اليوم حق، وما أراها أمس حق أراها اليوم باطل. شيء طبيعي، هكذا البشر. خالد بن الوليد هزم المسلمين في أحد وانتصر لهم في القادسية. تغيرت القناعات من الكفر للإسلام. أنا لا أشبه نفسي بالصحابة، فأنا لا أصل إلى شسع نعل أحدهم، لكن هذا هو الصح وهذا هو الواقع وهذا هو المسمري. لا أبتاع ولا أشترى ولا أنا بحاجة أبو أحد، والحمد لله نظيفة وفاضية. ما أنا مدين لأحد بقرش واحد ولا بريل واحد، هذا مبدئي. كانوا السعوديين يجلدون ليل ونهار، ومع هذا كنت أرى نفسنا في طريق الصح، استمرت في الطريق الصح. أنتم والآن لو تجلدوني حتى 100 عام ما عندي مانع، طالما أنا أرى أن هذا صح فأتوجه في الطريق الصح. أنا مع سوريا وأنا مع أحمد الشرع وأنا مع الثورة السورية، وهذه مبدأ المسمري، وضد ما عملت إيران فيها وضد ما عمل الحشد الشعبي فيها وما عملت الميليشيات الشيعية فيها وما عمل حزب الله فيها. مع سوريا والشعب السوري أقسم بجلال الله لو ما بقيت إلا وحدي. يا رجال بلاش كذب دجل. أمس تقول عن المسمري المهدي المنتظر لأنه كان ينتقد السعودية وينتقد الإمارات وينتقد دول الخليج. عملتوا مني البطل القومي العربي يا مؤمن قوة القوة يا ولي الله، وتتداولوا منشوراتي وتغريداتي وقصائدي. واليوم لأننا أثني على السعودية أصبحت خائن وعميل، يعني عداءكم من السعودية مش علشان الحرب. أنتم في محور إيران، ما عملت السعودية من حق أنتم ضدها، وما عملت السعودية من أي حاجة أنتم ضدها. لو تعملش ما عملت. هذا الذي حبيت أوصله، وهذا توجه المسمري. أعجبك أم عجبك أضرب راس أبوك في أطراف جدار، والله ما يهمني. اشتم ما شئت، قول يا مسمري تغريداتك ضد السعودية موجودة وقصائدك موجودة وما مسحتها. ما مسحتها. إن رأيت أنا أمسحها هذا شيء راجع لي أنا. ما أناش موقع عقد مع أبوك.
ولا مع طائفتك ولا مع أيديولوجيتك، وما عمري كتبت السعودية ضد السعودية شيء وضد الإمارات شيء علشانك أنت وعلشان مبدأك أنت ولا توجهك ولا مسيرتك ولا طائفتك ولا أيديولوجيتك، لا، مبادئي أنا وهذه قناعاتي أنا. تغيرت قناعاتي شيء راجع لي أنا، معناه مربوط بأبوك. هذه حبيت أوصلها اليوم. سلامي وتحياتي. فانتقدني، انتقد ما شئت، تكلم ما شئت، اكتب ما شئت، هذا شيء راجع عليك وهذا حق البشر للبشر. باقي حاجة نسيتها. طيب ايش مزعل ابوك انت لما اثني على دول الخليج؟ ايش مزعلك انت؟ ايش مزعلك انت لما اقول لك ان الخليجيين طرحوا بلدانهم عند عين الشمس؟ ايش مزعل ابوك؟ انت بلدك مثل سنغافورة، ثروتك مثل ثرواتهم، بلادك مثل بلادهم، بنيتك التحتية مثل يعني بلدانهم التحتية، اموالهم ما بيسرقوا شيء من حق ابوك، اموالهم ينفقوها كيف ما شاءوا. ايش مزعلك لما اقول لك رؤية 2030 يشيدوا بالعالم كله؟ ايش يعني مزعلك انت لما اقول لك شوف لا ابو ظبي دبي، شوف لا الدوحه، شوف لا الرياض، شوف لا جده، شوف لا الكويت، شوف لا عمان، شوف لا البحرين، شوف لا غيرها؟ ايش مزعلك انت؟ دول عربيه، دول خليجيه، دول اسلاميه طرحت انفسها وشعوبها وحكومتها وبلدانها في مصافي الدول العظمى. ايش مزعلك انت؟ مزعلك انت شيء واقع ملموس العالم كله يشوفه والعالم كله يشيد به، وانت اول الناس عارف هذا الشيء وترى قدام عينك. ايش مزعلك؟ حاسد وحاقد، ما تريد لهم الخير ولا لبلدانهم الخير ولا لشعوبهم الخير. ايش مزعلك انت؟ صلحوا بلدانكم مثل بلدانهم وصلاتي على رسول الله. اغدقوا النعم على شعبكم مثل ما يغدقوا النعم على شعوبهم، صلاتي على رسول الله. امنوا بلدانكم، امنوا غذائهم، سلموا رواتبهم، ابنوا بلدانكم، ابنوا بنيه تحتيه، صلحوا بلدانكم يعني زي ما صلحوا الخليجيين بلدانهم، وصلاتي على رسول الله. ايش مزعل ابوك انت؟ الا انك انسان حاقد وحاقد، يعني يطلع ولا ينزل، يعني حقدك لهم ولا ثناء عليهم يطلع، والله لا يغير في الامر شيء، سواء ثنينا ولا ما ثنيناش، لكن شيء واقع والعالم كله يشوف بلدانهم كيفي. بلاش حقد وبلا كراهيه تحسدوا الناس على ما اتاهم الله. كونوا شرفاء وصلحوا بلدانكم مثل بلدانهم، والعالم كله حياتي الى بلدكم حبوا. سلام.